السلام عليكم وأعظم الله أجورنا وأجوركم بحلول شهر محرم الحرام، شهر أبي عبد الله الحسين صلوات الله وسلامه عليه. في هذا الشهر المبارك كانت رسالة سيد الشهداء سلام الله عليه رسالة واضحة، وهي تثبيت معالم الدين التي حرفها النهج الأموي، بحيث سعى الإمام الحسين عليه السلام وببذل تلك الدماء الزاكية لتثبيت دعائم الإسلام الصحيح وإرساء معالمه التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وآله. من أهم تلك المعالم هي عبودية الله تبارك وتعالى، تلك الرسالة التي لهج بها الأنبياء على مر التاريخ وذكرها القرآن الكريم، وهو قولهم: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فكان الإمام الحسين سلام الله عليه يسعى جاهدا لإيصال تلك الرسالة، عبودية الله، الإخلاص لله سبحانه وتعالى في عبوديته. وهذه نقاط مهمة في معالم شخصية سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه. أن أحبتي اللي يريد يوقف على شخصية الحسين أو على شهر الحسين عليه السلام لينظر للإمام الحسين قبل عاشوراء، لأن النظر إلى سيد الشهداء يقع في نقطتين: النقطة الأولى الإمام الحسين قبل عاشوراء، والنقطة الثانية الإمام الحسين ما بعد عاشوراء. قبل عاشوراء عبرة، وما بعد عاشوراء عبرة وعبرة. ما لازم ننسى شخصية الإمام الحسين، الشخصية العقائدية، الشخصية الفقهية، الشخصية الأخلاقية التي نحتاجها اليوم لبناء المجتمع، لأن الإنسان الحسيني هو المسلم الصحيح الذي يسعى جاهدا دائما لطاعة الله سبحانه وتعالى، ولا يقدم قدما إلا في مرضاة الله سبحانه وتعالى. ولهذا تسمع احنا شو نقول: كل أرض كربلاء وكل يوم عاشوراء. شنو يعني معنى هالعبارة اللي نرددها؟ وهي بالمناسبة لا منسوبة لقول الإمام ولا إلى قول معصوم، إنما هي كلمة نطقها بعض العلماء. هاي العبارة تعني أنني كلما عرضت علي معصية ووضع ذنب بين يدي أتذكر موقف سيد الشهداء في كيفية مبدئيته في الدفاع عن الإسلام وأعرض على الذنب. لا أقول أنا مسلم حسيني وأنا أقترف الذنب، لا أقول أنا مسلم حسيني وأتناسى أخلاق الإسلام وأخلاق سيد الشهداء. أخلاق الحسين هي أخلاق الإسلام، هي مبادئ وضعها الله سبحانه وتعالى في آياته المباركة. فاليوم نستعد لاستقبال شهر محرم بالتخلي عن الذنوب، نستعد لاستقبال شهر محرم بالتحلي بالأخلاق الإسلامية التي جاء بها النبي صلى الله عليه وآله. وإن شاء الله نسأل من الله إحنا وياكم أن نكون من السائرين على خطى سيد الشهداء، ومن الثابتين في محبته، ومن الباكين على الحسين بورع وتقوى، وأن نحافظ على تلك الرسالة العظيمة وعلى ذاك الإرث الكبير، إرث عاشوراء. لا تنسون من الدعاء ومن الزيارة في أمان.